السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة أكبر من مجرد الروتين، في حاجة اسمها معنى الحياة. بس استنى، احنا مش جايين نعقد الموضوع ولا نخليه بشكل فلسفي، ولا جايين نحكي لك عن مشاعرك. احنا هنمسك الحكاية من جذورها، من الدين ومن العلم، وهنديك الطريق اللي تقدر تمشي عليه عشان يكون ليك معنى في الحياة. فالأول، يعني ايه أصلا معنى؟ بص، المعنى مش حاجة بتتشاف بالعين. المعنى هو إحساس داخلي إنك موجود لهدف، إنك بتسيب أثر، وإنك مش شخص ثابت في مكانه. لا، انت شخص ربنا خلقه مخصوص لمهمة مخصوصة. ربنا سبحانه وتعالى قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني ربنا بيقول لك انت مش جاي الدنيا كده وخلاص، في مهمة وفي دور وفي معنى كبير لوجودك ده. أكيد في مرة سألت نفسك السؤال ده، هو أنا فعلا عايش بمعنى، ولا أنا الحياة اللي أنا عايشة دي مجرد كده أيام بتمشي وخلاص وروتين بنعيده ونفس الحاجة احنا عايشين فيها كل يوم؟ بس هو لازم نسأل نفسنا لأن السؤال ده مهم. هو أنا عايش ليه؟ يعني أنا عايش فعلا لهدف، لحاجة، لمعنى أنا عايز أعمله في حياتي، ولا أنا بس كده بمجرد بس بعدي الأيام وخلاص؟ على فكرة السؤال ده مش عبثي تماما، احنا بنسأل السؤال ده لما نحس إننا تايهين، لما دايما بنحس إن الأيام كلها شبه بعض ومفيش ليها طعم. إن أنت تحس أو إن أنت تفكر إن أنت ليه عايش بمعنى، أو إزاي إن أنا عايش بمعنى، ده شيء هيحسسك بقيمتك في المجتمع، أو مش لازم في المجتمع، حتى قصاد نفسك. هتكون متفائل، عارف انت بتعمل ايه امتى وليه. كمان مش لازم الحاجة اللي انت بتعملها تكون واو او حاجة تحفة او فظيعة. ممكن يكون الشيء البسيط اللي هو بيحسسك انك فعلا مبسوط او فعلا فرحان وعندك امل في الحياة. ممكن تكون حاجة بسيطة جدا انت عملتها، ممكن تكون انت شايفها حاجة، ايه ده بجد انا عملت كذا، انا انجزت حاجة. ممكن تكون في عين الاخرين او في وجهة نظر الاخرين شيء بسيط، اللي هو انت عامل حفلة ليه على حاجة بسيطة كده. اهم حاجة ان انت شفت ان انت انجزت، وحتى لو نقطة امل في وسط الضلمة اللي بيكون حواليك. طب ما تخلينا نفكر بشكل اعمق شوية. ايه رأيك لو حولنا كل ده لسؤال مهم؟ ازاي نعيش بمعنى؟ في شوية خطوات كده ممكن تخلينا ان احنا نحاول نجاوب على السؤال ده. رقم واحد، ارجع لأصل الخلق. ربنا خلقك ليه؟ عشان تعبده؟ بس مش العبادة اللي في دماغك بس، العبادة بتساوي كل عمل خالص لوجه الله. حتى شغلك، مذاكرتك، تربية الأب لأولاده أو الأم لأولادها. تاني حاجة، اسأل نفسك: أنا بعمل إيه بيفرق؟ إيه الحاجة اللي بعملها بتفرق؟ إيه الحاجة اللي بتسيب أثر؟ هل حد اتعلم منك حاجة؟ أو هل ساعدت حد؟ هل نشرت خير؟ هل كنت سبب في إن حد يبتسم؟ تالت حاجة، اربط كل حاجة بتعملها بنية. نيتك تحول العادي لمقدس. ناوي تطبخ؟ اعملها عشان تدي طاقة لأسرتك، تبقى عبادة. ناوي تشتغل؟ خليه علشان تعف نفسك وتساعد غيرك وتبقى عبادة. رابع حاجة، طور نفسك باستمرار. الإنسان اللي بيقف مكانه ميت وهو عايش. اتعلم، جرب، واخدم، واقرأ، وسافر، واسأل. لأن عمر ما التعليم واقف عند حد، التعليم هو حاجة لا نهائية. فالمفروض إن كل يوم يكون في حاجة جديدة اتضافت لحياتك، وكان الحاجة دي تضاف لحياتك فهي ادت معنى ليومك وليك انت شخصيا. وقدام حاجة فوق حاجة فوق حاجة هتبقى حاجة كبيرة جدا، ممكن توجه الاتجاهات دي كلها لحاجة تفيد الناس وتفيدك. خامس حاجة، قرب من ربنا. ده الأصل. المعنى الحقيقي للوجود هو العلاقة بينك وبين اللي خلقك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني المعنى مش دايما بعيد، ساعات بيبدأ من سؤال أو نية أو خطوة. وانا كمان حابة اضيف بس كده بعض الحلول اللي انتي اضفتيها او اللي انتي ذكرتيها يا ريماس. ان انت حاول ان انت تتعرف على نفسك من اول وجديد. يعني ايه اتعرف على نفسي من اول وجديد؟ باختصار، التدوين. اقعد مع نفسك في الأوضة بتاعتك، اعمل أي حاجة أنت بتحبها، مشروب كده أنت بتحبه، واقعد اكتب كل حاجة في دماغك، كل الدوشة اللي في دماغك، كل حاجة أنت بتفكر فيها، كل حاجة أنت حاسس بيها، كل حاجة أنت نفسك تعملها، كل مثلا حاجة وحشة أنت نفسك تبطلها، اكتب كل ده في دماغك. التدوين الصراحة من وجهة نظري هو مش بس ان انت اي حاجة بتكتبها جت في دماغك وخلاص. انا بحس ان التدوين ده وسيلة ان انت تتعرف على نفسك من اول وجديد، تحاول ترجع ان انا اصلا انا نفسي في ايه، او ان انا اصلا بفكر في ايه اصلي واساسي اصلا من الاول كان عامل ازاي، بعيد بقى عن السوشيال ميديا وزحمة الدنيا وزحمة الحياة اللي بتكون حوالينا. تاني حاجة، حدد قيمك الأساسية، وباختصار اللي هي بتكون الثوابت الدينية بتاعتنا. إيه مثلا قيم زي الرحمة، الوفاء، العطاء، إيه الصدق، الكلام ده كله.
ويا لو انت تحاول ان انت تضيف لنفسك صفات زي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابة، دي هتكون حاجة عظيمة جدا. حدد اهدافك من الحياة. انا عايزة اعمل ايه؟ عايزة اشتغل، ولا عايزة ادرس، ولا عايزة اكمل مثلا ماجستير او دكتوراه، ولا عايزة اعلم نفسي بنفسي، ولا عايزة اعمل ايه بالظبط؟ كل واحد فينا له اهدافه الخاصة بيه، كل واحد فينا له حياته، كل واحد فينا له نظرته للحياة المختلفة. شوف انت حابب ايه، شوف انت اتجاهاتك ايه، مساراتك ايه، ميولك ايه، حدد ده مع نفسك. وانت اكتر واحد تقدر تقول انا نفسي في كذا او انا عايز كذا، لان انت اكتر واحد تعرف نفسك. اربط قيمتك واهدافك مع بعض. انا مثلا مثال، آه، قيمة من القيم اللي عندي الرحمة. طب ما أنا ممكن إن أنا أستغل ده، إن أنا مثلا أشتغل دكتورة، أساعد الناس، مثلا أقلل من إحساسهم بالألم. ويا مثلا لو دكتورة أطفال، لأن مثلا معظم الأطفال ما بيعرفوش يقولوا أصل أنا واجعني كذا، ما بيعرفوش يعبروا بطريقة زي الكبار. وكده على سبيل المثال في كذا حاجة أنت ممكن تحطها مع نفسك أو تحطها لنفسك. دايما قبل ما تبدأ تعمل أي حاجة استعن بالله واستحضر النية، زي ما ريماس قالت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني إيه؟ أنا نيتي مثلا في شغلي زي ما ريماس ذكرت، أنا مثلا إيه هطبخ. طب ما أنا ممكن أحول ده لعبادة، إن أنا بقول إيه أنا هدخل السعادة على أهل بيتي، وإن أنا مثلا هريح ماما وهطبخ أنا، وفي نفس الوقت أنا مستعينة بالله إن أنا مثلا بريح ماما وبحاول إن أنا أساعدها. أنت هتؤجر ثواب على كده، سواء كان برضو ولد أو بنت هيعمل موضوع الطبخ، أو في أيا كان أنت هتعمل إيه. فإن أنت تستحضر النية، وإن أنت تستعين بالله، ده طبعا إيه زي ما قلنا الحديث اللي إحنا قلناه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. اشغل نفسك في حاجة مفيدة فعلا تحسسك بقيمتك، وفي نفس الوقت تكون متماشية مع القيم والدين. اتعلم حاجة. العلم زي ما ريماس قالت من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. العلم ده سلاح ذو حدين. انت ممكن تتعلم ان انت ازاي تصنع مثلا قنبلة نووية، ممكن ان انت تدمر بيها حد، تدمر بيها وشعوب. وممكن ان انت تعرف ازاي تتعلم تتعامل مع الذرة وتعالج مثلا بيها كانسر او سرطان. بشوف في شخص دماغه ممكن تكون راحت ان هو يدمر الناس ويدمر والشعوب، وفي ناس ممكن تفكيرها راح ان هو يعالج ناس بنفس الشيء. حاول دايما ان انت تفهم الفكرة دي. يعني في ناس كتير يقعدوا يقولوها، بس في ناس برضو، وانا كنت من الناس دي، ان انا بسمع الجملة دي بس انا برضو مش قادرة اتقبلها او مش قادرة افهمها. ان الفشل مش النهاية، ده اساس النجاح. الجملة دي مرت علينا كلنا يعتبر، بس في معظمنا ما بيبقاش مدرك او ما بيبقاش فاهم ازاي يتعامل بالجمله دي في حياته فعلا. ان انت تفشل في حاجه ده عادي. انت ممكن الحاجه اللي انت بتتعامل فيها او الحاجه اللي انت بتعملها ما توصلش فيها او ما تنجحش فيها من اول مره، ده طبيعي. ممكن تنجح فيها وممكن تعديها وتمام، اوكي، جود جوب، جود فور يو، حلو جدا. طيب ما انا ممكن برضو افشل فيها، او ممكن ما افشلش فيها، ممكن اكون وصلت فيها لنجاح بس مش اللي انا كنت عايزه. لان خلي بالكم انتوا ممكن تفكروا ان الليفل اللي انتوا واصلين له او المستوى اللي انتوا واصلين له في وجهة نظركم ان هو فشل، بس ممكن حد تاني يشوف اللي هو ده قمة النجاح. فبرضه نظرتنا لنفسنا بتفرق. ان انت تكون شايف نفسك وان انت تكون ايه ده، لا انا حاسس ان انا مش ناجح في الحاجة دي، بس انت فعلا انت ناجح فيها. انت ممكن تكون شايف ان انت ما وصلتش للدرجة المطلوبة او للدرجة اللي انت عايزها او للليفل اللي انت عايزه، بس ده ما يمنعش ان انت فعلا نجحت في الحاجة. المفروض ان انا اتقبل نفسي واتقبل اخطائي اللي انا عملتها واتعلم منها، بس شكرا، وانساها. انا عارفة انه صعب، ان مثلا لو حد مر بتجربة أثرت فيه نفسيا، يعني سابت فيه علامات من جوه. يعني طبيعي أي تجربة أنت ممكن تكون مريت بيها هتسيب فيك علامة، مش هتمر مرور الكرام يعني. صعب إن أنت تنساها، بس أنت لو فضلت متعلق بالماضي مش هتعرف تشتغل على نفسك في الحاضر، فبالتالي المستقبل بتاعك ضاع. فأنت اللي مصعبها على نفسك. فحاول إن أنت، يعني هي برضو الموضوع ده بيبقى صعب على بعض الناس، وممكن في ناس تانية يكون الموضوع ده سهل عليهم. بس انت تحاول ان انت التجربة اللي انت مريت بيها او التجربة اللي انت مريتي بيها وما نجحتوش فيها او فشلتوا فيها، خلاص اتعلم من اخطائك فيها. خليك حنين على نفسك، ما تجلدش ذاتك، انت بتتعلم تمام عادي، انت في وقت قابل ان انت تتعلم فيه وتغلط وتقع وتقوم من اول وجديد. فحاول ان انت تنسى، يعني امال ربنا خلق لنا النسيان ليه؟
احنا خلاص مرينا بمرحلة اتعلمنا منها، خلاص ننساها. بس اهم حاجة ان انت تكون اتعلمت فعلا من اخطائك، ما ترجعش تعمل الاخطاء دي مرة تانية وانت هتنتظر نتيجة مختلفة، ما انت هتوصل لنفس النتيجة اللي هي الفشل. للأسف كتير مننا برضو بيدور على المعنى في الشهرة والفلوس والسوشيال ميديا واللبس والترندات، والمشكلة إنه بيوصل وبيحس بالفراغ بعد ما يوصل للشهرة وبعد ما يوصل للفلوس والسوشيال ميديا واللبس الأغلى لبس والترندات الفظيعة اللي طالعة. بعد ما بيوصل بيحس في الآخر إن هو فارغ، مفيش حاجة جواه، أو مفيش حاجة تملاه هو كشخصية أو تخلي ليه قيمة أو تخلي وكأنه صاب معنى في الحياة. هو ما عملش كده. كمان ربنا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني اللي بيبعد عن الطريق الصح معيشته بتبقى خانقة، حتى لو معاه ملايين، بس هو إن هو بعد عن ذكر ربنا. ودي كلمة أو دي آية واتحطت في القرآن فهي حق. فربنا قال كده، فهو ده فعلا اللي هيحصل. لأنه مهما وصل لحاجات، في حالات طبعا كتير احنا عارفين ان هي يعني لما بتحصل في الحياة، زي مثلا الناس الكتير اللي هم بقوا أغنياء جدا، وبعد ما وصلوا لكل حاجة هم عايزينها في الآخر هم حاسين ان هم ولا حاجة. ليه؟ إنه فاضي من جوه، هو بس وصل للفلوس أو الغاية اللي هو عايزها ونسي حاجات كتير جدا، أو ضحى بحاجات كتير جدا ورا ما كانش ينفع يضحي بيها. ننقل على الجزئية اللي بعدها، وهو العلم بيقول ايه. العلم الحديث أثبت إن الإنسان لما بيعيش هدف واضح ومغزى حقيقي، صحته النفسية والجسدية بتتحسن. دراسات كتير عن ناس من ثقافات مختلفة لقوا إن اللي عنده إحساس بالمعنى بيعيش أطول، بيكون أقل عرضة للأمراض، وبيبقى عنده قدرة أكتر في التحمل وقت الصعاب أو المشاكل وهكذا. يعني العلم بيأكد الكلام اللي الدين قاله من قرون، وهو إن المعنى مش رفاهية، ده وقود، ده الوقود اللي بيتضاف للإنسان عشان يقدر يتعامل ويتماشى في الحياة. الأم اللي ربت ولادها على القيم دي عايشة بمعنى، كل خطوة فيها تربية بتربي بيها أولادها، بتعتني أو بتبني مجتمع. العامل اللي بيكنس الشارع وهو مبتسم، دي رسالة إنك حتى لو في أبسط الأعمال تقدر تعيش المعنى. برضه زي المدرس اللي بيعلم وهو شايف تلميذه هو مشروع نهضة بالنسبة له، أو مشروع هو بيستثمر فيه، ده بيوزع معنى مش منهج. فالفكرة هو إنك تلاقي حاجة أنت شغوف فيها وتخليها هي المعنى اللي أنت بتشتغل عليه، عشان يكون ليك أثر لما تكون مش موجود في الدنيا أو تموت، فالناس تفتكرك بالحاجة دي. طيب انت برأيك يا ريماس ازاي نقدر نلخص كل اللي فات ده في خطوات؟ اول حاجه فكر ايه الحاجات اللي لما بتعملها بتحس انك حي، بتحس انك ليك وجود ومعنى في الحياه. تاني حاجه ابدا كل يوم بنيه. تالت حاجه اربط حياتك كلها بهدف اكبر من نفسك. ليه؟ لانه لما تربط نفسك بهدف اكبر منك هتحاول على قد ما تقدر انك يكون عندك الامكانيات انك تسعى وتكون ليه، مش تخليك تحبط حتى لو وقعت، لان الحياه كلها عباره عن ابس اند داون، عادي، بنغلط وبنقوم وبنغلط وبنقوم زي ما بس انت قالت كده. رابع حاجه، خلي كل تصرفاتك ليها نيه وليها قيمه، لأن التصرفات دي هي اللي بتكونك في المستقبل وبتضيف ليك قيمة برضه. خامس حاجة، اقرأ وتعلم وقرب من ربنا كل يوم ولو خطوة، لأن القراءة لو قرأت كل يوم سطر أو لو اتعلمت كل يوم حاجة، انت كده ضفت لنفسك حاجة ومعنى جديد تقدر تضيفه لشخصيتك وتمشي بيه في الحياة. في النهاية عايزة اقولك على حاجة، اتعلم ازاي تتعامل مع نفسك، لو فهمتها الموضوع هيكون سهل تماما. خلي دايما في تواصل بينك وبين نفسك او حتى الطفل الصغير اللي لسه جواك، ودي هتكون احلى حاجة في العالم. مش لازم تكون حياتك مليانة انجازات علشان تقول انا حياتي ليها معنى، ممكن انجاز بسيط انت بتعمله يكون عندك بالدنيا وما فيها. املى حياتك بالنية، الصدق، التفاؤل والامل. مش دايما الحياة لونها بامبي، حتى لو انت شايفها سودة، الاسود في حد ذاته لون، انت ممكن تخفف الدرجة بتاعته او تتقله ويكون عامل زي الفحم. الخلاصة انت اللي في ايدك كل حاجة، استعن بالله وابدأ. خلي بالك مش لازم تكون مشهور علشان تعيش بمعنى، ومش لازم الناس تسقف لك، كفاية قوي ان ربنا يعني يكون راضي عنك. المعنى مش في حاجة كبيرة وغريبة زي ما بسنت وضحت، المعنى ساعات بيبقى في بسمة، في مساعدة حد يعني مش منتبه له، او انت شخصيا يعني مش منتبه له. عيش عشان تسيب اثر، عيش عشان تبقى انسان حقيقي، وعيش عشان تبقى سبب ان الدنيا يعني تبقى ارحم، انه تضيف حاجة تساعد الناس وتحسسهم انه يعني مثلا زي توماس اديسون ما كانش مسلم، بس عمل حاجة كبيرة قوي، ان هو طبعا ربنا اعطاه ان هو جزاؤه في الدنيا ان الناس لحد النهارده بقت تذكره، لكن هو ضاف حاجة جديدة للمجتمع فبقى ليه قيمة أو بقى ليه معنى في الحياة. لولا إن هو اخترع اللمبة ما كانش زمان هيكون فيه لا طيارات ولا لابتوبس ولا شواحن نشحن بيها ولا كهرباء أصلا عشان نقدر نعمل فيها أي حاجة، فكنا عايشين في عتمة أو ضلمة تامة. فلحد النهاردة هو ليه قيمة بالحاجة اللي عملها، ولحد النهاردة هو بيتذكر بيها. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وبس كده كنا معاكم من بودكاست مشوار.